بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في كومباوند حدائق الفايدة في زايد. الجزئية دي اتكلمنا فيها كتير يا جماعة. التقليم عمل فني. التقليم عمل فني، ما عودش اجيب المقص اللي بيبقى مع الجناين الكبير، مش قصه خلاص بالظبط. مش حش وخلاص، ايوه. مش حش وخلاص، خلاص. ده مسك. المسك احنا حاليا في شهر داخلين في شهر واحد احنا اهو. المسك حاليا مظهر لان الشتاء معتدل. الشتاء معتدل. المسك دلوقتي مظهر عند الكثير، الا اللي قص المسك الفتره اللي فاتت. للاسف الشديد ادي المسك اهو اتقص وكون فروع حديثه. الفروع الحديثه دي على ما هتوصل للخصوبه هيكون دخل عليك خلاص نص الشتاء. لو راح قصها تاني مش هتظهر عندك في الربيع. المسك بيظهر في الربيع وفي الخريف وفي الشتاء المعتدل، يعني الشتاء الدافي. لو الشتاء بارد برودة شديدة ما بيظهرش. يبقى نخلي بالنا دايما بنقول النباتات المزهرة، المسك، الفل، اي نبات مزهر ليه ميعاد معين للقص، ما يتقصش كده عمال على بطال. خلاص، ادي الفروع الحديثة اللي اتكونت بعد القص. الفروع اهي. الفروع دي عشان تكون خصوبة قدامها تاني شهر، شهر ونص عشان تظهر. لو هو جه خلال الفترة دي وراح قصها تاني كده، اصبح هو شال الخصوبة بتاعت الايه، الفروع الحاملة للتزهير. هي دي المشاكل اللي بتحصل عند الكل في النباتات المزهرة، سواء الفل او المسك او الورد او اي نبات مزهر.